كينج اللعبة معاكم بولا سمير، واهلا بكم في اولى حلقات موسم 2025 2026. اظن ان لو انت حاسس ان مفيش تغيير او لو انت اول مره، فاوعدك ان كل مره تدخل تتفرج على حلقه يكون في تغيير في الافكار، في الديكور، فيا شخصيا هيبقى في تغيير في اي حاجه انت ممكن تتخيلها. اعمل لايك، اشترك في القناه عشان عندنا كلام مهم عن اول اسبوع في الدوريات الكبرى اللي بدات، وعندنا كلام مهم، معلومات مهمه واحتفالات، وهنجيب دلوقتي فرقه طب، وهتبقى حوار كبير قوي. لو انت مش معانا هنا في القناه اوعدك هتتبسط بكل حاجه بتحصل. يلا بينا نخش في الحلقه على طول. عملت لايك؟ ها؟ اشتركت في القناه؟ فعلت زر الجرس؟ هو انا بشحت؟ ما تعمل يا عم وخلص نفسك. طيب خلينا نبدا بالدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي كان عندنا استفتاحيه الدوري كده، لسه بنقول يا هادي. ليفربول ادى بنورموس 4 مباراه 4-2. مباراه شهدت حاجات كتير جدا، احداث كتير جدا، ولكن مفيش اهم من ملك الدوري الانجليزي الاوحد وهو محمد صلاح. هنتكلم طبعا عن محمد صلاح في الاخر، ولكن خلينا نتكلم عن نتيجه المباراه وليفربول اللي كسب 4 عشان خاطر مهاجم الفريق الجديد ايتيكيتي سجل الهدف اللي ده الموسم كله كده. وريال مدريد عنده مستنطونو وكل الموسم كله هنقعد نتعلم ازاي نتكلم، اللي هو احنا بقى لسه بنبدا. ما علينا. ايتيكيتي ايكيتيتي ايكيتيكي سجل الهدف الافتتاحي معاه في ليفربول. وطبعا اخيرا كييزا بيقوم من الاموات وبيسجل هدف. طبعا هو نفسه حس ان هو بيحلم وجاكبو جاب جون. الملك بقى محمد صلاح. بص هقول ايه وعيد ايه، انا ما عنديش مشكله اقعد الحلقه كلها بتكلم عن عادي يا باشا. لو انا كمصري مش فخور بمحمد صلاح، انت تبقى فخور بمحمد صلاح. طب افرض انت مصري يبقى فخور زيي، لان لازم اللي بيحصل ده مش طبيعي. بص بقى يا معلم، الجون اللي جابه محمد صلاح ده اسمع معايا الارقام القياسيه اللي كسرها. محمد صلاح بقى في المركز الثالث من ايه؟ انا حاسس ان انا مدرس هوصل لك المعلومه، انا هوصلها لك. اللعيبه اللي بتسجل اجوان على ملعب واحد، محمد صلاح بقى في المركز الثالث من اكتر اللعيبه اللي بتسجل اهداف على ملعب واحد. جاب كام جون محمد صلاح؟ جاب 106 هدف مع ليفربول على الانفيلد، تساوى مع اجويرو جاب 106 برضه مع السيتي في الاتحاد. طب مين المركز الاول في الليسته دي؟ هنري جاب 114 هدف، ومحمد صلاح واجويرو 106. فمحمد صلاح بقى يعتبر نقدر نقول المركز الثاني، لان هو اجويرو في الثاني والثالث. محمد صلاح بقى في المركز الخامس في هدافين الدوري الانجليزي في التاريخ، سجل 186 هدف، طبعا بالتساوي مع اندي كول في المركز الخامس، وبيفصلوا 21 هدف عشان يبقى في المركز الثالث ما بينه وما بين واين روني اللي مسجل. احسبها انت علشان مش هحسبها. محمد صلاح وصل ل 271 مساهمه، بيتساوى مع رايان جيجز نجم مانشستر يونايتد. وفي المركز الاول واين روني جايب 276 مساهمه، وصلاح 271 مساهمه، يعني اديله ماتشين واعتبر الموضوع انتهى. محمد صلاح اللي بيتخطى اجويرو في اكثر اللاعبين الاجانب تسجيلا اهداف في الدوري الانجليزي ب 185 هدف، واجويرو 184 هدف. وعادي يا باشا، كلها ارقامه بتتكسر. محمد صلاح اللي بيكون في المركز الثاني في اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف بقميص فريق واحد مع ليفربول 185، وفي المركز الاول 213. طبعا هاري كين مع توتنهام، انتوا عارفين كان ماشيه الدنيا حلاوه خالص، ولكن برضه جايين لك يا هاري، جايين لك انت طبعا ابيض على الابيض ومالكش طبعا. اكيد انت مش هتفضل، اكيد مش انت مثلا اللي هتفضل المركز الاول، مستحيل. ممكن انا اجيبك قبل محمد صلاح بس انت لا. محمد صلاح اللي متربع على عرش تسجيل الافتتاحيات في الدوري الانجليزي ب 11 هدف. مفيش لعيب في الدوري الانجليزي سجل اجوان في الافتتاحيه زي ما محمد صلاح بيعمل، لان هي بقت حاجه، هي عاده عند محمد صلاح. لازم الماتش الافتتاح ده انا اجيب فيه جون حتى لو كان في اخر دقيقه زي ماتش بورنموث، علشان بعديها بيوم او بيومين لا اتذكر، محمد صلاح بياخد افضل لاعب في الدوري الانجليزي موسم 2025 2024 اللي كان بينافسه. ما فيش منافسه، كان بينافسه ماك أليستر معاه في الفريق، كان بينافسه رايس، وكان بينافسه بالمر، كان بينافسه ايزاك، وكان بينافسه مين تاني كان بينافسه؟ والولد الاصفر برونو فرنانديز.
كان بينافسوا 5 لعيبه، ولكن محمد صلاح طبعا بيتوج عن استحقاق وجدارة. محمد صلاح اللي الموسم اللي فات سجل فيه 29 هدف و18 اسيست. محمد صلاح ان هو ياخد الجايزه دي 3 مرات، بيصبح اول لاعب يعمل كده ويتوج بالجايزه دي. كان في لعيبه اساطير في الدوري الانجليزي اخدوها مرتين، محمد صلاح قدر ان هو يكسر ارقامهم كلهم زي رونالدو ودي بروين وجاريث بيل وهنري. مش عايز انسى حد عشان ما بيتضايقش مني لو هو بيتفرج عليا، ولكن محمد صلاح قدر يعمل حاجات انا مش مصدق نفسي. محمد صلاح اللي فاز بالجائزه دي مرتين، مره في 2017 2018 كان اول موسم ليه مع ليفربول طبعا الموسم التاريخي، فمره في موسم 2021 22 وادي المره الثالثه، وان شاء الله ما تكونش الاخيره. واكيد محمد صلاح هياخد الجائزه دي تاني وهيروح في حته مستحيل عقلنا يتخيلها، لان ده الطبيعي بتاعه من ساعه ما بدا رحلته في اوروبا. اما عن مانشستر سيتي، بيدي ولفرهامبتون 4 في اول ماتش، بيفوق كله، يقول لك فكك جوارديولا حلق حلقات امير كرارة، فكك بقى فكك خلاص. السيتي في حته تانية، صفقات جابوا الموسم اللي فات في الصفقات جابوا مرموش، ده بيهم كلهم. السيتي وقف على رجله، السيتي مشاكله قلت، لسه في مشاكل زي سافيو واخبار الانتقالات بس السيتي هدى وقف على رجله. الصفقات طلعت قماش من اول ماتش كلهم يا باشا. بن شرقي، ريان بن شرقي جاب جون، ريندرز ده جاب جون، هالاند انا لو بايديا امسك نفسي اهبدها في الحيطه هعمل كده. هالاند جاب جونين، وانا بعمل تشكيله الفانتازي بقول لا هالاند الموسم اللي فات خيب املي وكنت حاطه يخرب بيت دماغي، قلت لا هالاند الموسم ده مش بتاعه، جاب جونين. طبعا فانتازي دي حاجه تانية وألم تاني اصعب من ألم السنان عشان تعبان كله، سيبونا نعيش. اما عن قمه الدوري الانجليزي، ارسنال ومانشستر يونايتد، ايه يا اموريه؟ عملت لي فيها الخطيب، مش الخطيب بتاع الاهلي، لا مسكت لي المايك اخر الموسم ووقفت انت ولاعيبتك، والموسم اللي جاي هو موسم النار وموسم الدمار، وانت والولد الاصفر برونو، واتكلمتوا هنعمل اول ماتش على اولد ترافورد وخسرت. ومن ارسنال ايه يا راجل؟ جايب سيسوكو ب 60 مليون مقعده دكه ليه؟ الراجل اكيد ليه وجهات نظر، مش انا اللي هبقى قاعد هنا ومش فاهم دماغه، مش عايزين نيجي على البني ادمين جامد، ولكن قرارات غريبه يا امورين. حط نفسك مكان اي بني ادم عادي. انا مشجع يونايتد يا سيدي، جبت سيسوكو مهاجم سفاح، الموضوع انتهى خلاص، اجي منزله في الدقيقه 60، لو جبته ماشي خلاص حصل. طبعا اللي جاب الجون كان لفيوري، طبعا هو فعلا مش حاجه اتقال، قعدت تعمل لنا كده وجبتوا المهاجم السفاح والمهاجم القناص ويديني بيني ابيض على الابيض. الولد بقاله 4 مواسم بيجيب في الماتشات الافتتاحيه، جه عند ارسنال وقف. طبعا هو لاعب جامد، يعني انت جامد موت، ولكن ادائك في الماتش خير ان شاء الله خير، لان ارسنال محتاجاك يا ابني. ارسنال اللي عايزه تعمل حاجه فهي محتاجاك تعمل اللي عملته مع سبورتنج لشبونه، ده انت محتاج تعمله من الاخر. وبكده نكون اتكلمنا عن اهم المطوشه مثلا في الدوري الانجليزي. طبعا في مطوشه تانية ولكن احنا بنتكلم على الابرز واللي نقدر تكون انت فاهمني. ندخل بقى بسرعه على الدوري الاسباني. برشلونه اللي بيفوز 3-0 على ريال مايوركا وما حصلش حاجه. قلنا مع ريال مدريد بدايه موسم والدنيا ما شدتش، ما برشلونه لا، ولا بدايه موسم ولا نهايه موسم بالثلاثه. قلنا ولا لامين يامال بس نسخه من فاتي جايه، لعيب اخد له موسم دماغ نيمار، الولد دماغه رايحه في داهيه اصفر بقى وعمال كل يومين. الولد برضه بيجيب اجوان جامده، الولد برضه بيعمل كل حاجه. طبعا كابتن الفريق رافينيا سجل هدف، توريس سجل هدف، ولامين يامال برضه لازم يخطئ، لازم انتوا بالتوفيق. فريق جامد يا جدعان. ما عملوش صفقات، جابوا راشفورد. طبعا اداء راشفورد في الماتش يعبر عن الضحك الكروي، ولكن انتم مش راشفورد اللي هيخليكم جامدين، انتوا جامدين الصراحه. بالتوفيق يا جدعان، ربنا يستر. ماشي. بس اتلتيكو مدريد خسر 2-1 من اسبانيول، والفاريز جاب جون جامد. وفي نهايه الدوري الاسباني ريال مدريد كسب
1-0. اوساسونا طبعا في ماتش اتطرد فيه لعيب من اوساسونا طبعا اداء غير مميز، اداء ما يحسسلكش ان في حاجه جامده قوي هتحصل، ولكن ريال مدريد يفوز، ده الاهم في الماتش. انا يعني غير كده انا ما شفتش حاجه الصراحه، ولا اداء فردي، هو مبابي يمكن واردا جولر او حاجه. طبعا عملنا فكره جهنميه محدش بيعملها في اليوتيوب غيرنا، وهي في ريل بتتعمل ما بين الشوطين في مطوشه مهمه او في مطوشه ريال مدريد، لان دي بالنسبه لي كلها مهمه، ولكن افكار بقى جديده شغل الدنيا. ننتقل للدوري الاعظم، الدوري المصري. لو انت بتابع اوروبا في الحلقه هنا بس اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس الاول، لكن الدوري المصري تعالى بقى واسمع بقى زبد الكوره. الاهلي طبعا احنا ما اتكلمناش عن اول ماتش بتاع الاهلي وفيوتشر اللي خلص تعادل، لكن الاهلي وفاركو بقى نبدا كده بموسم كده بالاربعه. خلاص عبطنا اول ماتش، الماتش الثاني شريف جون، زيزو جونين، جراديشار جون، كله الفريق ابتدى يلعب. ليه؟ لما ظبطت يا ريفيرو التشكيله، يا ريفيرو فوق معانا، احنا مش ناقصين، احنا خلق على الابيض، فظبط معانا الدنيا. عشان كده عشان ربنا يكرمنا، بس التشكيله اتظبطت. ديانج لعب، بن رمضان يا ابني لو شفتك هبوس راسك عادي في الشارع، لو قابلتك في الشارع هبوس راسك. كواليتي يا جدعان مفيش كده. اقول لك على حاجه، بن رمضان اعلى من امام عاشور، اخبط دماغك في الكومنتات يلا. انا بن رمضان من واحنا في كاس العالم وانا شايف بن رمضان في حته تانية. لا بن رمضان في حته تانية. انا اسف، امام عاشور لو كان لاعب في كاس العالم انا مش ضد لعيبتي، انا امام عاشور افضل لاعب في مصر، لاعب مصري بيلعب في الدوري المصري هو امام عاشور، لكن انا من وجهه نظري كواليتي بن رمضان لا لا لا. امام عاشور لو كان لاعب كاس العالم ما كانش هيعمل اللي بن رمضان عمله. امام عاشور جامد قوي قوي، ولكن انا بتمزج وانا بتفرج على بن رمضان، حاجه كده عامله شبه مثلا فرجاني ساسي مع الزمالك، في متعه وفي تحكم في نص الملعب مش طبيعيه بجد، في حته تاني. خلينا بقى ناخد من وانت بتشكر قوي هنشكر قوي. هاني اتطرد، ايه يلا ايه يلا ايه 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 الدنيا، ايه الدنيا ماشي حالك، ده احنا على اخرنا. انت عارف يا هاني انت لو وقعت على ايد اي مشجع اهلاوي، لا للتعصب لا للتعصب ولا للعنف، مش هنضرب لاعب، ولكن هنسعى بشتى الطرق ان احنا نوقفه. نروح بقى اتحاد الكوره نطالب، نعمل اي حاجه. لا يا هاني كتير، لا يا هاني انت طلعت كله عن شعور يا راجل. ده الناس اللي لسه في الطاقم الفني الجداد شافوا استلامتك للكوره في ماتش فيوتشر عملوا تعبيرات غير مسموح بيها في الدوله. ايه يا راجل ده يا عم، ما فيش كده بجد. لاعب عمر كمال حتى لو هيغني لعبه. على الجانب الاخر لازم نتكلم على حوار زيزو. انا ما بحبش اتكلم في الصراحه، بحس ان انا بتكلم في اوروبا وبدخل لمشاكل حاجات غريبه، ولكن من نقطه زيزو دي افتكرت موقف فينيسيوس جونيور مع جماهير فالنسيا او في الدوري الاسباني عموما، واخدت بالي من تدخل الاتحاد الاسباني في موقف فينيسيوس جونيور واعلانهم ان هم مسكوا ناس من الجماهير اللي عملت كده. وباجي هنا بشوف اتحاد الكوره وهو بحسه ما سمعش، ما اتفرجش، مش متابع كده بقى. يعني بحس ده اتحاد الكوره بتاعنا. يا جماعه انت حط نفسك قدام اي بني ادم، الموضوع ملوش اي علاقه بالكوره. انت بتغلط في بني ادم باسرته باهل بيته، هل انت بني ادم عاقل؟ انت منساق مش اكتر، انت فرحان بجو الاستاد، الناس بتشتم فبتشتم. يا جماعه انت لو اتحطيت مكان بني ادم زي ده عادي جدا ان انت ما تنزلش من بيتك تاني. جماهير كامله بتشتم لعيب باهله واسرته، مش لاقي حاجه تتقال، يعني ملهاش علاقه بالكوره. انت راجل بتشقى وبتنزل شغلك وبتتعب وبتتفحت طول النهار عشان الجنيه. زيزو لما مشى اخد فلوس، بيروح يلعب بياخد فلوس، نادي مش مقدره، الموضوع انتهى. مقدره ومش مقدره مش نقطتنا، بس ان يوصل بينا المرحله دي حاسس ان احنا في حته تانية خالص ملهاش اي علاقه بالكوره. للاسف الشديد طبعا ده بيحصل في الملاعب المصريه، وللاسف الشديد مفيش اجراءات بتحصل، وتلاقي بقى اخبار الكوره المصريه ان اللاعب رفع قضيه ولا حاجه نيله الصراحه. عشان كده الواحد ما بيحبش يحط نفسه في الكوره في مصر خالص.
ونروح للزمالك. الزمالك اللي بيتعادل مع المقاولون 0-0. فرحت انت بماتش سيراميكا وكسبت 2، قعدت تزيط قعدت تزيط انت على بان انت كسبت وانا اتعادلت. اديك انت اتعادلت وانا كسبت عادي. بص، الدقايق اللهم لا شماتة، احنا مش هنتكلم طبعا في اللي حصل لكم، ولكن ركز مع فريقك ومع صفقاتك اللي جبتها. وطبعا شغل ايه ما اعتقدش، بص مفيش منكم امل يا جدعان، مش غيره ولا حقد، انا اكيد مش هغير ومش هحقد منك، انت اخر واحد ممكن احقد منه، ولكن اتمنى لكم الخير. وهنا نكون نهينا بعد ما اتكلمنا على الدوري اللي في دوريات لسه ما بداتش، هتكلم لكم على دوريات لسه ما بداتش شويه. فهنا نكون نهينا الحلقه دي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى تكون عملت لايك واشتركت في القناه وفعلت زر الجرس عشان خاطر نكمل باقي الحلقات، ونتقابل في ريل او في حلقات ان شاء الله نتقابل. يعني ان شاء الله انت هتتفرج عليا تاني، انا واثق منك ومن اخلاقك ومن ذوقك العالي.